السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله يا ربي. المهم في هذا الفيديو غادي نهضر على بزاف الناس كيصيفطوا لي في التعليقات. يعني كيجيهم واحد الاعراض اللي هما اصلا ما مشخصينش، يعني ما مشاوش داروا تحليله باش عرفوا واش فيهم جرثومه ولا ما فيهمش. مجرد انهم كيسمعوا الاعراض، مع انا داير فيديوهات من قبل يعني الاعراض ديال جرثومه المعده، كيسمعوا هما دوك الاعراض ديال جرثومه المعده كينوضوا مباشره كيمشيو يشريو الدواء، اما كياخذوا بيليرا اما كياخذوا دواء ثلاثي يعني من ريوسهم، ما كيمشيو يديروا لا تحليله لا والو. انا بغيت نهضر في هذا الفيديو خصيصا على هاد الناس. الاعراض ديال جرثومه المعده قلت لكم راه كاين اللي تقريبا متشابهين مع نقص في الفيتامينات، كاين نقص في الفيتامينات ونقص في الحديد ونقص في البكتيريا النافعه، تيكونوا الاعراض ديالهم بحال ديال جرثومه المعده. يقدر يكون عندك انت شي نقص ديال شي فيتامين، شي ماكله ما كتاكلهاش، ما عندكش معاها، تثبت لك بداك الاعراض. غتمشي تنوض تاخذ دواء ديال جرثومه المعده وانت ما عارفش اصلا واش فيك ولا ما فيكش. حسيتي بهذوك الاعراض، اول حاجه غادي نمشي نديرها نمشي عند الطبيب يخرجك تحليله، غادي تمشي دير تحليله. ما بغيتيش تمشي عند الطبيب كاع، غادي تمشي دير تحليله هي الاولى ديال الدم. ديال الدم كتعطيك النتيجه، غديرها مع شي 200 درهم 250 درهم، المهم يعني في هذا الثمن. غادي نمشي اول حاجه غادي نمشي ندير تحليله ديال الدم، غادي نشوف شنو كان ديك الساعه الجرثومه، وهي ديك الساعه ما كعنديش مشكل، غادي نمشي ناخذ الدواء ديال بيليرا، نتبع الريجيم ونشافى ان شاء الله باذن الله. ما خرجتش ليا ما غاديش نمشي نجبد. انا بزاف الناس هضروا معايا وصيفطوا ليا قالوا يعني انا راه فيا الاعراض اللي كتقول عليهم نتايا، صافي فيك هاد الاعراض. واحد جا سولني قال لي غادي نمشي واش ناخذ بيليرا ولا ناخذ دواء ثلاثي، راه فيا الاعراض وفيا التقيه وفيا هادي وفيا ما راه ما انا شوف، انا كنقول لكم اعراض ديال جرثومه المعده، ولكن كننصحكم يعني ضروري ديروا التحليله، ماشي مجرد انني قلت لكم هاد الاعراض صافي راه فيك الجرثومه 100%. غتقدر تمشي دير التحليل ما غتلقاش فيك الجرثومه، يكون شي حاجه اخرى من غير الجرثومه. ماشي يعني راه كاينين شي اعراض اللي تيكونوا متشابهين، يقدر تكون سببهم جرثومه المعده، يقدر يكون نقص فيتامين، يقدر يكون اي حاجه اخرى يكونوا متشابهين مع ديال جرثومه المعده. تنوض انت تمشي تاخذ الدواء ديال جرثومه المعده وانت ما فيكش، الله يرحم الوالدين. انا ما غنتحملش مسؤوليه، حيت بزاف الناس يعني لقيتهم غاديين بهذا الفكر هذا، انه مجرد انه كيسمع دوك الاعراض اللي كنقولهم انا كيمشي ياخذ الدواء، اما بيليرا اما الدواء ثلاثي وكيتبع عليه. الله يرحم الوالدين، ركزوا نمشيو نديرو تحليله ان شاء الله ما يكون غير الخير. خرجت لينا الجرثومه، حتى تبعنا الدواء والريجيم ديالنا. ما خرجتش لينا غادي نمشي عند الطبيب ونشوف نعرف الاسباب مناش داكشي. هذه نقطه. والنقطه الثانيه اللي غنهضروا عليها عاوتاني في هذا الفيديو هي بزاف الناس يعني متصابين بالجرثومه المعده، ومع ذلك يعني مشاو داروا تحاليل ولقاو انهم جرثومه المعده، ومع ذلك ما كيبغيوش ياخذوا الدواء. شنو الحل؟ الحل تيقول لك نمشيو ناخذوا العشوب، راه الناس داروا وفعلوا. انا متفق معكم، ولكن هذيك النسبه اللي كتسمعوا عليهم انهم نتشافوا بالعشوب راه نسبه قليله. وقلت كما كنقول لكم شحال من مره، قليل فين كنتصادفوا معاهم. راه كنسمعوها قال لك فلان دارها، فلان فلاني، ما كتصادفش مع داك الانسان اللي تيقول لك انا راه جربتها وانا قدامك يعني راني درتها وصدقات لي 100%. كاينين اكلات، راه دابا اطباء تيقول لك ها انت كول هاد الماكله، كول هاد الماكله، كول هاد الماكله، يعني ماكلات اللي كيعاونوا باش يضعفوا الجرثومه، اما ماشي يعني باش يقتلوها نهائيا. اللي كيقتلها هو الدواء. خاصك الدواء زائد الريجيم، يعني خاصك الماكله اللي ينصحك بها الطبيب، والدواء اللي يعطيه لك الطبيب، هادو بجوج مع بعضياتهم. اما العشوب، انا السيده صيفطت لي في التعليق ولا ما عرفتش هضرت معايا في الواتساب، قلت لي اخويا راني شهر وما عرفتش وانا متبع العشوب، دارت تحليله في النوبه الاولى طلعت عندها الجرثومه وتبعات العشوب، ومني داز الشهر يعني حسيت بحالتها غادا وكتزاد. مني مشات دوزات دارت التحليل عاوتاني بقات النسبه ديال الجرثومه طلعات اكثر، يعني كانت وجات عندي مخلوعه مسكينه. قالت لي انا واش درت وما عرفتش شنو غادي ندير، شنو الحل اللي غادي ندير، شنو راني خايفه بزاف. بحال كتقول خايفه حيت عرفاش بانها دارت واحد الغلط، انها تبعت العشوب. والعشوب مره ماشي مضمونين 100%، او ماشي كلشي كيصدقوا لي.
راه كما قلت لكم انا في شحال من فيديو انني راه درت العشوب حتى انايا وحتى حاجه ما لصقات ليا منه. جربوا فيا العجب المتعجب ديال العشوب، كاع شي حاجه سمعناها في الزنقه كنمشيو يجربوها فيا مال الدار وحتى حاجه ما كاينه. راه كل علاش كيدير السبب، ولكن اللي اغلبيه الناس كتسمع بانهم تشافوا واللي انا واحد منهم هو الدواء. تبع الدواء الثلاثي في النوبه الاولى خفاف عليا لمده واحد شهر ونص، صافي قلت راه بانني تشافيت. من موراها عاود ناضت عليا، خديت بيليرا الحمد لله، راني اللهم لك الحمد دابا راني كملت تقريبا 8 شهور بخير، رجعت لماكلتي عاديه، كناكل اي حاجه شهيتها، ومع ذلك راني باقي كندير الاحتياط على حساب الماكله الزنقه، ما كنبغيش نكثر منها. مره الا تشهيت شي حاجه في مده على شحال، يعني ما نكثرش في الماكله، والنظافه نحافظ عليها، حيت هي هضر على الاسباب ديال جرثومه المعده. يعني عندي فيديوهات من قبل الاسباب ديال جرثومه المعده راه كاينين، اغلبيه هما تيكونوا ثلاثه هادو هما اللي اما تعاديتي من شي واحد معاكم في الدار، اما من النظافه، الانسان ما تيكونش يعني نظيف بزاف، ما كيدخل الطواليت ما كيغسلش حاشاكم، بزاف د الحوايج في النظافه داخلين في النظافه، لا في الماكله ديالو ولا في. وكاين عاوتاني ماكله ديال الزنقه اللي هذيك 100% ما كتكونش نظيفه، حيت هذوك الناس ما عندهمش غرض بينا، حنا عندهم غرض انهم غير يدخلوا الفلوس، ما همهمش داك الماكله بايته داز على سرق الزيت، قديمه جديده، المهم ما خاصهم يخرجوها. راه ماشي انا شاد واحد باغي نصاوب واحد الحلوى، هرست عليها 40 واحد 20 بيضه، والبيضه الاخرى اللي فيها 20 طاحت خاسره وسط من داك 20 بيضه. واش غينوضوا هو يلوح هذيك 20 بيضه كامله على ود ديك البيضه؟ غيخلط كلشي وغيعطينا ناكلو حنايا، يصاوب لك بها مونطارد، يصاوب لك بها حلوى، يصاوب لك بها ما عرفتش شنو. راه هذه الفكره ديال هذوك الناس، راه ما الله يهدي ما خلق، كله هادشي كلشي غيتحاسبوا عليه. المهم حنايا غنديروا الاحتياط، ماكله الزنقه الانسان خصو يبعد منها، حيت راه هي سبب كبير من يعني اللي كتسبب بكثره لجرثومه المعده. وعاد السبب الاخير اللي هو قلنا عليه الاعصاب، اللي الانسان يعني ما عندوش مع ماكله الزنقه ونقي، يعني عنده النظافه يعني كيهتم بها يعني مزيان، يعني ملي كيبقاو هاد جوج حوايج مزيانين كيبقى لك العصب. واغلبيه الناس هما راه يعني اسباب الجرثومه هي العصب. المهم دابا انا حاولت نلخص لكم كاع دوك الفيديوهات اللي دوزتهم على قبل التعليقات جاوني انا اللي وليت كنحس براسي بحال انا اللي متحمل المسؤوليه ديالهم، ولكن انا يعني كنوضح تنقول الانسان ها الاعراض ديال جرثومه المعده، ولكن الانسان خاصو يمشي يدير تحليله باش كيتاكد 100%. والناس اللي كيسولوني ديما وكنعاود نجاوب عليه، مني غنكمل انا شهر، علاش انت اصلا خاصك تسنى داك الشهر باش الدواء داك المضاد الحيوي يسالي من الجسم ديالك، من الذات ديالك، باش ملي تمشي دير التحليله كتعطيك يعني 100%، يعني كتخرج واضحه ما فيهاش داك الدواء. حيت لا خرج فيها الا كان باقي الدواء في الجسم ديالك غيعطي بانهم راه باقي الجرثومه، حيت هذاك المضاد الحيوي اللي كتشربو راه هو جرثومه باش كيدخل يحارب جرثومه اخرى. هذه علاش نقول لكم خاصكم تسناو شهر عاد ديروا التحليله. والتحليله اللي كتسولون عليها ديما شنو هي الاكيده هي التحليله ديال التنفس. انا دابا كنت اليوم معكم يعني قاصح شويه، علاش؟ باش توقدوا معايا، باش تفيقوا معايا، باش تكونوا يعني رجاله وعيالات، المهم تكونوا فهمتوني. بالنسبه يعني دابا انا كلشي جمعتو لكم، بغيت نجمع لكم كلشي باش نلخص لكم، ما نبقاش كل مره يعني نجاوب كل واحد تعليق كنلقى نفس التعليق كيتعاود شحال من مره وانا كنجاوب عليه، فهمتوني. اش غنقول لكم؟ المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه، ونتمنى تكونوا طبقوا هادشي اللي قلتو لكم. راه الانسان صافي مشى دار التحليل لقى عنده جرثومه المعده، غادي نمشي نتبع الريجيم ديالي ونتبع الدواء ديالي. بيليرا عباد الله راه ما كتخلعش، راه ما كدير حتى شي حاجه، راه بيليرا راه ما فيه حتى شي، راه انا جربتها. بزاف الناس كنعرفهم اللي بداو معايا في القناه داروا بيليرا، والله لك الحمد راه داز عندهم الامور كلشي بخير. راه المشكل قلت لكم شحال من مره ماشي في البيليرا ولا في جرثومه المعده، المشكله في الجسم ديال الانسان. تيكون كاين يقدر شي واحد الجسم ديالو ضعيف، ما يقدرش يتحمل على لا دواء بيليرا لا دواء ثلاثي، ما تيكونش فرق بيناتهم بزاف. يعني
اي دواء يقدر ما يتحمل. كاين اللي يكون عنده حساسيه من هذاك باش متصنع داك الدواء، كله شنو السبب ديالو. اما المشكل راه ماشي في الدواء، ماشي في بيليرا ولا في دواء ولاتي. كندور ونعاود نرجع نقول لكم راه المشكل تيكون في الجسم. انت باش غادي تعرف، يعني ما غاديش نبقى انا مخلوع وراجع اللور نتسنى نقول صافي راه الجسم عندي انا راه فيه مشكله. خاصني نجرب ندير الدواء، الا قدرت نتحمل يعني ونكملو يعني راه مزيان. هو راه فتره ديال 10 ايام ماشي شي مده طويله، غادي نصبر لها الا قدرت نصبر. ما قدرش الانسان ما غاديش يكملها، غادي يوقفها ويمشي يرجع للطبيب ويقول لي بانني راني درت بيليرا وما قدرش نكملها، ويخرج لك لي دواء اللي خف منها، يعني اللي غيقدر يتحملو الجسم ديالك. ما يعني ما كاينش راه كيبقى، يعني هو غيبقى يمشي معاك على حسب الجسم ديالك، الدواء اللي غادي يتحملو الجسم ديالك. هادشي اللي كاين. يعني الدواء هو العلاج الوحيد ديال الجرثومه، ما كاينش شي حاجه اخرى. العشوب وداك الشيء راه قلت لكم كله قليل اللي كيصدق ليه، قليل اللي كيصدق ليه. غير هوايا اللي بغيت ننصحكم به، كثروا من الاشياء يعني كاع الحاجه اللي خضراء، يعني اللي اللون ديالها خضر، الخوص، ليشو، البروكلي، كاع هادشي الخضر، كاع هادشي الخضر الانسان يكثر منه، خصوصا ليشو. الا قدرتو نديرو كاس ديال ليشو في كل صباح، كل صباح تشرب كاس عريق، راه كيعاون بزاف يعني في التخلص من الجرثومه. ماشي كيقتلها، يعني ماشي كيحيدها نهائيا، ولكن كيضعف منها وكينقص من العدد ديالها. يعني علاش نقول لكم راه الريجيم خاصو معاه الدواء، والدواء خاصو معاه الريجيم، هادو بجوج خاصهم يكونوا مع بعضياتهم باش تحارب الجرثومه. انا عاود بلا ما قلت، انا هادشي اللي تبعته في المرحله ديال العلاج ديالي، اللي الحمد لله دازت على خير وبخير. تبعت الريجيم، تبعت نصائح اللي عطاوني الاصدقاء ديالي، لا الصديق ديالي الفارماسيان، لا اطباء كنعرفهم، النصائح اللي قالوا لي لا بالنسبه للماكله، لا بالنسبه للدواء كيفاش نشربو، لا الراحه اللي خصني نرتاحها نفسيا. النفس ديالي خاصها تكون مرتاحه بعدا. الدواء غادي نمشي ناخذه، ماشي انا واخذه ومخلوع منه، غيدير لي وغيفعل لي وغيفعل ليا. الا بقات هاد الفكره في راسك راه غيدير لك وغيفعل لك. غنحيد هاد الفكره، راه احمد اللي هو انا، ولا راه فلان شرب بيليرا وداز بخير، غادي نشربها حتى انايا وغندوز كلشي بخير. علاش انايا غتوصل حتى لعندي وانا وغنتخلع منها وغندير؟ راه قلت لكم ما تبقاوش كثروا من فيديوهات الناس اللي كيبقاو يخلعوا فيكم، بعدوا من دوك الفيديوهات. الا بغيتي تعالج وبغيتي تبقى النفسيه ديالك مرتاحه، وكنقول لكم 700 الف مره، كاع الناس اللي كيعطيوك رسائل سلبيه نبعد منها، اللي كيعطيني رسائل ايجابيه نقرب منهم ونعنقهم ونبوسهم ونتبعهم فيما، ونبقى ديما نهضر معاهم وديما نسول فيهم. الوقت اللي نحس براسي يعني المعنويه ديالي طاحت، نمشي نهضر معاهم باش يطلعوا لي المعنويات ديالي باش نكمل في العلاج ديالي. كاينين عندي فيديوهات انا اللي هادر فيهم، اللي متحمس فيهم، واللي حمست فيهم الناس بزاف، اللي كيشكروني فيهم، تيقول لك الله يرحم لك الوالدين كنا مخلوعين من الجرثومه من بيليرا، ومن تصنتنا لك ولينا بخير وتشجعنا اننا ناخذ الدواء. هادشي انت انسان، يعني الواحد اللي يعني تفرج في الفيديو وتشجع ومشى دار الدواء وحس براسو، يعني بدا كينزلوا لي داك المعنويات ديالو، يعاود يرجع يتفرج في الفيديو باش يعاود يعطيه عاوتاني الانرجي ويعطيه الحماس اخر عاوتاني باش يزيد قدام. تفهمنا؟ انا هادشي كامل باغيكم غير ان شاء الله باذن الله تشافاو وتكونوا على خير وبخير. وهاد يعني النفس اللي كنهضر بها، يعني راه غير راكم خوتي. هادشي علاش انا كنهضر، يعني هضرت قاصح خصوصا في هذا الفيديو، حيت قلبي عليكم، ماشي زايدين ناقصين عندي. راه كون زايدين ناقصين عندي ما غنديرش فيديوهات. انا من الاساس مع القناه ديالي ما غنديرش فيها الفيديوهات نهائيا، ولكن عشت داكشي اللي كتعيشوا فيه، ما بغيتش شي انسان اخر تا هو يعيش بحال هادشي اللي عشتو انايا. والمهم الله يجيب الشفاء للجميع، ونتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو. وكما العاده كاينين شي اسئله خليهم لي في التعليقات، وانما الرقم ديالي راني مخليها في التعليقات لشحال من واحد اللي بغى يدخل للجروب ويهضر معنا، ولا كان شي حاجه اللي ايرجون والانسان بغى يسولني على شي حاجه، راه النمره ديالي يهضر معايا فيها، ما عنديش مشكل، مرحبا اي وقت. الا كان عندي الوقت راه غادي نجاوبو، ما كانش يصبر عليا واحد النهار ولا يومين راه غادي نجاوب ان شاء الله باذن الله، حيت كيكثروا عليا بزاف. يعني ما كنجي نوصل لواحد من واحد لواحد،
لا حتى كدوز يعني واحد النهار ولا يومين ولا 3 ايام، ما حيدتي اليوتيوب، ما حيدتي الفيسبوك نجاوب على التعليقات، ما حيدتي الانستا ندخل نجاوب على الرسائل ديالكم، ما حيدتي الواتساب نجاوب عليه حتى هو في الرسائل ديالكم، ما حيدتي الجروب ديال الواتساب. انا الجروب ديال الواتساب راه حاليا ما بقيتش كنقدر نجاوب فيه، ما نكذبش عليكم، يعني كندخل غير باش نعلمهم بانني راه غادي ندير فيديو ولا غادي ندير لايف في الساعه الفلانيه، تعالوا دخلوا نجمعوا باش التعليقات اللي عندكم ولا التساؤلات اللي عندكم نجاوب عليها في اللايف. المهم تهلاو ليا في ريوسكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ولا لايف جديد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.